إخوان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم من جديد أخوكم ملكلم القاصح في فيديو جديد. قبل ما ندخل بالتفاصيل أخوتي، رمضان كريم علينا وعلى جميع الأسرة المغربية وعلى جميع الأمة الإسلامية. لا حديث هذه الأيام إلا عن توقف الدعم المباشر لبعض الأسر. قبل ما ندخل بالتفاصيل هذا الموضوع ما تنسوناش من الدعم ديالكم، لايكات ديالكم لكي نستمر في نشر المزيد. تفاجأ بعض الأسر المغربية المستفيدة من الدعم المباشر بتوقف هذا الدعم. واحد العدد ديال الأسر كانوا توصلوا بالدعم ديال شهر 1 و2 و3، ولكن هاد مؤخرا جاهم بعض الرسائل كيقولوا لقد تم توقيف الدعم ديالكم. كيتسائلوا علاش الأسباب. أسباب متعددة، ولكن اليوم غنسردوا بعض الأسباب اللي جعلت أن ذاك الدعم يتوقف. حنا كما كنعرفوا أن الدولة في إطار أنها تخلى على صندوق المقاصة، فخرج هذا المولود الجديد هو الدعم لبعض الأسر الهشة وغير الأسر الهشة. هذا البرنامج هذا اللي خدمت عليه الحكومة تقريبا واحد 3 ديال السنوات وخرج إلى الوجود، ولكن المعضلة اللي كاينه هنايا هو أن هاد الأسر من يستافدوا في شهر 1 و2 و3 توقف لهم الدعم، ولكن بقاو كيتسائلوا علاش. هنا غير غنهضر على واحد الفئة، هما الفئة ديال الحرفيين أو الأجراء. هاد الأجراء هادو كما كنقولوا كيديروا واحد المهن ديال الرسم، خدامين مع رسم، يعني ما عندهمش واحد الأجير اللي كيصرف عليهم. وهنا غادي نفصل الموضوع ديالي الى شقين. حنا كما كنعرفوا انه ملي كتكون اجير وكتمشي تخدم مع واحد مول واحد الشركه، هنا هذاك المشغل ديالك كيخلص عليك واحد المبلغ مالي اللي كيتقدر ب 800 درهم. هنا انت كتستافد من التغطيه الصحيه وبعض التعويضات ب 70%. ولكن في الشق الثاني ديال هاد الناس هادو ديال غير اجراء، يعني خدامين مع رسوم، يعني هاد الناس هادو كتلقى فيهم الحداده، كتلقى الصباغه، كتلقى بزاف كيدير واحد الحرفه ولكن ديال راسو. كتلقاه من البقال، مول الحانوت، مول الهري، كتلقاو الحلاق، كتلقى كذلك فيها حتى ارباب سائقي مولين الطاكسيات، الشيافر ديال الطاكسيات، حتى هما داخلين في هذا المجال هذا. هنا هاد الناس هادو من الدولة خرجت هاد البرنامج وخرجت هاد المولود هذا، فمشاو تسجلوا باش انهم يستافدوا من التغطية الصحية ويستافدوا من عدة امتيازات ويستافدوا من واحد 600 درهم او 700 ولا 800 على حساب الاسر اللي عنده اللي خصتها لهم الدولة. ولكن راهم مني حطوا المهنة اللي كيمارسوا هما ملزمين انهم يؤديوا لصندوق الضمان الاجتماعي هو اللي يتكلف بهاد الاسر هذه، انهم يخلصوا واحد 130 درهم ولا 140 درهم. هنا كاين اللي في الذمه ديال الدين ديالو هي تقريبا كتلقى 70,000 80,000 الى غير ذلك. هاد الاسباب علاش جعلت ان هاد الدعم يتوقف، لان القانون الجديد 46 23 كينص كيقول لك اودي انت خصك تخلص واحد 130 درهم الا بغيتي ان هذاك الدعم يرجع لك. الناس اللي عندهم متوقف لهم الدعم ديالهم ما تصرفتش لهم المبالغ ديالهم ديال شهر 4 ولا ديال شهر 3، هما ملزمين. هنا الضمان الاجتماعي كتقول لك عفا عن ما سلف، يعني داكشي اللي كنت كنسالك هذه واحد السنه ولا سنتين، الان هي انها غير توجه عندها باش تسوي الوضعيه ديالك باش ما يبقاش متوقف لك الضمان الدعم ديالك المباشر. غادي تخلص لهم شهر 1 وتخلص لهم شهر 2 وتخلص لهم شهر 3، يعني 3 اشهر. فكاين اللي كيسالوه تقريبا واحد 120 درهم او 130 درهم في الشهر ولا 140، كاين اللي 144 على حساب داك المبلغ اللي كيعطيو. هنا الا مشيتي عندهم راه غيسولوا لك الوضعيه ديالك وغيتصرف لك المبلغ المالي ديالك. حنا كنعرفوا الله يحسن العون ان بعض الاسر ان مع شهر رمضان كذلك جاي عيد الفطر الى غير ذلك، ولكن كيتسائلوا علاش. راه مني مشيتي عندهم وسجلتي انك مثلا نجار ولا سباغ ولا المهم حرفي كتمارس واحد المهنه، يعني هنا كاين اللي كيتسائل كيقول لك هذوك الاسر الاخرى اللي كتستافد من امو اللي الاسر الهشه هذه كان بحال الارامل الى غير ذلك، هذوك الدوله كتخلص عليهم. ولكن كاين اللي كيسمع ان الدوله راه ماشي الدوله اللي كتخلص عليهم، راه هاد الاجراء هما اللي كيخلصوا عليهم. يعني هنا كندخلوا في ديك القضيه ديال شي كيخلص على شي، يعني الدوله
راه ما يمكنش غتخلص على هذا الكم الهائل ديال هذا العدد ديال الاسر. يعني راه غير المواطن شي كيخلص على شي. كاين اللي كيقول لي ديك المساله يلا علاش اللي ما يعطيهم من صندوق المقاصه. صندوق المقاصه راه ما بقاش، لانه غيترفع الدعم على البوطه وعلى الدقيق وعلى السكر. لانهم علاش داروا هذا البرنامج هذا؟ باش يتفكوا من صندوق المقاصه، لانه هما باش يتهناو من صندوق المقاصه خرجوا هذا البرنامج ديال الدعم هذا اللي خصو ليه تقريبا على حساب الاسر. كاين 500 درهم، كاين 600 درهم، كاين حتى 1000 درهم. ولكن الا بغيتي ان الدعم ديالك يبقى كيتصرف لك، سير اخويا خلص ما بذمتك. وراه حتى الناس اللي استافدوا تقريبا في هذا الشهر 4 هذا، راه الا ما خلصتيش، وكاين اللي استافد في شهر 2 وشهر 3، الا ما خلصتيش راه غيتوقف لك الدعم ديالك. كاين بعض الناس في البوادي كيقول لك حنا علاش وقف لينا الدعم؟ راه حيت مني مشيتي عندهم تسجلتي انك فلاح. ملي كنقول فلاح، كاين اللي كيقول لك وانا عندي فلاح غير في لاكارت ولا عندي غير هذا. المهم هما راه حطوك كفلاح. كاين بعض الناس اللي كانوا كيستافدوا من داك الدعم. الدعم كيتعطاهم واحد الدعم للكسيبه ديالهم ديال الكلى ديال الشعير. كيقيدوا مثلا كيدي واحد 6 ديال القناطر ديال الشعير ولا 7 ولا غير ذلك، وتما كيبقى مدون انه راه فلاح. ونهار مشى تقدم حط راسو فلاح. هنايا راه هذه هي الاشكاليه والمعضله. لان مني حطيتي انت راسك فلاح، راك ملزم انك تخلص واحد 120 درهم ولا 130 درهم. لان هنا كيقول لك اودي خاصك تخلص. لان هنا ما يمكنش ان الدوله ولا لاكيس كمؤسسه انها غتخلص تصرف واحد المبالغ ماليه ديال الدعم، وما يمكنش لها ان تاخذ منك. لان بهذيك المبالغ اللي كتاخذ هذيك 130 درهم و140 و150 درهم هي باش كتخلص لهذوك الاسر الهشه اللي كنلقاو فيهم ارامل، كنلقاو فيهم واحد الاسر اللي ما في المستطاعش ديالها اللي كيستافدوا من متضامن. يعني هذوك الاسر اللي هما حنا اللي كنخلصوا عليهم. هنا باش الانسان بلا ما يقول علاش انا وقفوا لي الدعم، علاش ما جانيش هذا، علاش ما جانيش هذا. هنا كنوصلوا لذاك المثال اللي كيقول ان الدوله راه ما عندها ما تعطيك. وبالفعل ان الدوله ما عندها ما تعطيك. هنا كيعطيوكم واحد 500 درهم ولا واحد 600 درهم، ولكن راه كيقطعوا لك منها واحد 130 درهم ولا 140 درهم، وما تبقى راه كيصرفوا لك. كاين اللي كيقول لك اخويا حنا كيضحكوا علينا ولا كيضحكوا على الشعب. هذا هو اللي عطى الله. هذا هو القانون اللي جا به قانون 46 على 23. هو كيقول لك خلص داكشي ما بذمتك. يعني هما كيقول لك الان ان داك كيتسالوك مثلا داك العام ولا عامين، هما كيقول لك اودي غادي نعفو عليك من داك عام ولا عامين، ولكن تخلص لهم. ملي بديتي كتستافد، ملي دخل البرنامج ديال الاستفاده ديال شهر 1 و2 و3 و4، يعني كيسالوك واحد 4 اشهر، سير اخويا عندهم خلص لهم داكشي اللي كيسالوك. ولكن بقى كل شهر كتمشي تخلص عندك على راسك، كتمشي تخلص ديك المؤسسه ديال الضمان الاجتماعي. لان هادشي كلام الضمان الاجتماعي، يعني راه ماشي كلامي انا ولا جبت لك شي حاجه جمعتها. الضمان الاجتماعي كتقول لك انت ملزم انك تخلص ما بذمتك. يعني سير عندهم خلص داكشي اللي كيسالوك. كاين اللي كيتسائل كيقول لك اخويا كيفاش يمكن لي انا نخلص؟ غتوجه لاي وكاله ديال الضمان الاجتماعي تكون قريبه، غادي تعطيهم المعلومات الشخصيه ديالك، غايقول لك راه شنو اللي عندك وشنو اللي عندك. غادي تخلص داكشي اللي كيسالوك وتسوي الوضعيه ديالك، ومن بعد غيبقى يجيك داكشي اللي كتستحق. يعني داك الدعم ديالك اللي توقف ما غايبقاش موقف، وغيبدا يتصرف لك الدعم ديالك. هذا هو اللي عطى الله. اما الا ما خلصتيش كون على يقين ان راه ما يعطيك حتى شي ريال، حيت راه باينه وضوح الشمس في الغربال كما كنقولوا حنا المغاربه. كاين اللي كيقول لك واه هذا المبلغ هذا الشيء اللي عطى الله. يعني راه ما يكذب عليك شي واحد يبدا يقول لا راه سير هنايا. كاين حتى بعض الارامل ولا بعض الناس توقف لهم، الناس اللي في الاسر الهشه كاين اللي توقف لهم الدعم ديالهم. ولكن كما كنقولوا هما بصدد تصحيح بعض المعلومات، بصدد تصحيح بعض المعلومات. بحال دابا هذه الارامل اللي كيكون توفى لها الزوج ديالها كيزيدوا عاودي كما كنقولوا يفيريو معاها، كيقول لها المعطيات ديال الزوج اللي توفى كذا، شحال عدد الابناء، شحال هذا لانه كاينين بعض المغالطات ديال بعض الاسر اللي تسجلوا. هذا هو اللي عطى الله الانسان بلا ما يبقى يصدع راسو. سير اخويا سوي الوضعيه ديالك وراه غتبقى تستافد من داك الشيء اللي عطاه الله. وحنا كنقولوا واحد المثل مغربي، اللهم قرصه
من الفكرون ولا يمشي فالت. يعني اللهم داك الشيء اللي قسم الله، ولا الانسان انه يبقى يماطل ولا يبقى يقول كل ما ناقص كاع من هذا الشيء اللي عطى الله. يعني ما عندنا ما نديرو، حنا كنقولوا داك المثال ما عند الميت ما يقول قدام غسالو. تحيات واحترامات اخوكم مول الكلام القاصح، الى اللقاء.